ايوه كده يا جدع، هو ده اللي احنا كنا مستنيينه من زمان. النادي الاهلي ما بهزرش، النادي الاهلي ما بيدلعش ولا يطبطب اي حد. قرارات النادي الاهلي طلعت على طول، طلعت بسرعه. النادي الاهلي مش بيستنى وقت عشان يطلع قرارات. عرض القندوسي للبيع واعاده هيكله اداره التعاقدات في النادي الاهلي، هو ده اللي احنا مستنيينه من النادي الاهلي من زمان. اعاده هيكله اداره التعاقدات في النادي الاهلي، لانها مش شايفه شغلها. واي حد هيطلع يتكلم عن النادي الاهلي لازم يمشي فورا من النادي الاهلي. عايز تروح الزمالك يا عم القندوسي، روح الزمالك. وكل تصريحات القندوسي طلعت غلط. ايوه زي ما بقول لك كده، كلها في الفاضي. لان والد زين الدين بالعيد طلع كذب تصريحات القندوسي، وكمان بالعيد طلع كذب تصريحات القندوسي. ده ومش بس كده، وكيله القديم طلع كذب تصريحات القندوسي. ده والاتنين رافعين على بعض قواضي، اذا كان القندوسي ولا وكيله القديم. يعني كل حوارات القندوسي في الفاضي علشان النادي الاهلي يبيعه ويروح نادي الزمالك او يروح اي فريق تاني في الدوري المصري. اديك اتمنيتها ونلتها يا صاحبي، النادي الاهلي عرضك للبيع. اي خدمه يا صاحبي، بس تصريحاتك دي جت في وقتها المناسب. احنا عايزين اصلا من زمان هيكله اداره التعاقدات، وتصريحاتك جت بفايده وتم هيكله اداره التعاقدات. ايه الحلويات وايه الاخبار الحلوه اللي بتظهر قبل ما الواحد ينام.